السلام عشاق قصص الرعب، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع قصة جديدة. وقبل ما نبدا عزيزي المستمع، إلا كنت ضيف جديد في القناة دير ابوني وجلس في شي مكان يكون هادئ وطفي الضوء واسترخي مع راسك، وهيا بنا في رحلة جديدة إلى عالم الرعب والغموض. أنا الاسم ديالي خالد، من مدينة مكناس، تما خلقيت وتما كبرت. كان عندي واحد العم كيخدم بحار في النواحي ديال مدينة بوجدور بالاقاليم الصحراويه، وديما كنت كنحلم باش نمشي معاه ونولي حتى انا بحار، حتى جا نهار اللي غيتحقق فيه الحلم ديالي، او بالاحرى اللي غتحول فيه حياتي الى الجحيم. كان ديك الساعه في عمري 23 سنه، مع العلم في عمري دابا 26 سنه. ديك الساعه كنت بيطالي. جا العم ديالي دوز العيد الكبير هنا في مكناس، ولصقتو حتى انا باش نمشي معاه ويوافق يديني معاه، وانا نقنع الوالده ومالين الدار كاملين، وجمعت حوايجي وشدينا الطريق. تقريبا درنا يومين ديال الطريق، دزنا على قلمبيم، طنطان، طرفايه، مرورا بالعيون، عاد وصلنا لبوجدور. كانت مسافه طويله بزاف، سمحوا لي الا جاكم هادشي ممل، ولكن بغيت نعاود لكم التفاصيل كلها بلا زياده وبلا نقصان. المهم وصلنا لمدينه بوجدور، ومشينا في لاندروفير لواحد القريه بحريه كتسمى بالكاب 7، وكنظن كاع البحريه اللي كاينين تما غادي يعرفوها، يعني واحد القريه خاصه غير بالبحاره. دوزت في الاول تما سيمانه، كنت ما خدامش غير كنشوف الاحوال كي دايرين، حتى جا النهار اللي غادي يخرج فيه العم ديالي وطلبوا منه باش يوجد راسو، وقال لي باللي يمكن ندوزو اكثر من سيمانه في البحر على حساب. توكلت حتى انا على الله وركبنا البحر. الصراحه ديال الله هبه ما بعدها هبه، في داك العالم ما حدك كتوغل وانت كتحس بواحد الاحساس بشكل. دخلنا للبحر وبدينا نرميو في الشبايك وداك الشيء راكم عارفين، وبقينا خدامين. كنا ديك الساعه حنا شي 12 شخص تقريبا. دوزنا الليله الاولى بخير وعلى خير، وحتى النهار الاخر دوزناه بخير وعلى خير، ولكن دخلنا لواحد البلاصه بعيده بزاف على الشاطئ، فين ما دورتي وجهك كتشوف غير البحر. المهم بقينا خدامين كنترزقوا على الله. دازت 4 ايام شويه بدا البحر كيهيج، وبدات السما كتظلم بحال شي اعصار غادي يجي. انا داكشي بصراحه خلاني، حيت الاول مره كنشوف هادشي. العم ديالي حاول يهدئني وقال لي هادشي عادي، ولكن خاصنا نرجعو دغيا قبل ما يتزاد الحال. وفعلا داكشي اللي داروا، بدلوا الوجهه ديالهم وجينا راجعين للمرسى. اش غنقول لكم، حنا راجعين والبحر كنحسو بيه كيتهز من تحت منا، لدرجه انني بديت كنشهد. صافي قلت هنا غتكون النهايه ديالي، وجميع اللي كانوا معايا في الباطو كانوا كيشهدوا وخايفين. في واحد اللحظه كلشي تقلب وترولات الدنيا، ما رديت بالي حتى لقيت راسي وسط البحر والمواج كيديني ويجيبني. شويه كنسمع الغوات ديال الناس اللي كانوا معايا، وعمي مسكين ما سمعتش الحس ديالو نهائيا. كنحاول نستوعب اشنو واقع، ولكن كنحس بشي حاجه كتجرني لقاع البحر. صافي تيقنت باللي ان هذيك الموت. بقيت كنقاوم حتى انا ما بقيت تنسمع الحس ديال حتى واحد. كنعاود لكم دابا وكنتفكر داك الموقف وكنبكي، حاس براسي صراحه مخنوق. المهم انا ما عقلتش ديك اللحظه على راسي حتى بقيت كنشاهد وكنستعد للموت، حيت صافي فشلت وتيقنت ان هذه كتكون هي النهايه. في واحد اللحظه كنحل عيني كنشوف واحد السيد شاد ليا يدي. انا قلت باللي هذاك ملك الموت. تخيل معايا اخويا انت مخنوق وما كتشوف والو، وفي لحظه كيشد لك شي واحد يديك، وملي كتحلها كيبان لك واحد الراجل قدامك كيشوف فيك وشاد لك في يديك. انا صافي قلت الموت هذيك. حتى شويه كنسمع في ودني غير صبر، مازال ما غاديش تموت، غير صبر وغتخرج من هنا. صافي من بعد ديك اللحظه ما بقيتش عاقل على راسي، حتى ضربتني الفيقه مورا داكشي ب4 ايام، ولقيت راسي في السبيطار. فقت ولقيت معايا شي ناس في الشامبر وكنسولهم اشنو وقع ليا، وملي بداو كيعاودوا ليا عاد تفكرت اشنو وقع ليا. شويه بلا ما نحس بديت كنبكي، حيت عارف بلي الاخرين ما نجاوش، والاشكال هو ان منهم عمي الله يرحمه. وداكشي اللي وقع فعلا. جا عندي الطبيب وقال لي اجرك لله، دوك الناس اللي كانوا معاك راه بوحدك اللي فلتي، ويومين وانت في غيبوبه. يلا الليله اللي فاتت فقتي. بديت كنبكي وسولتو على الاخرين، قال لي بلي الاخرين شي وحدين رماهم البحر وشي وحدين باقي كيقلبوا عليهم. سولتو على العم ديالي، قال لي بلي باقي كيقلبوا عليه في البحر حيت باقي ما رماش. حاولت نوض نخرج ونمشي للقريه تاع الكاب 7 ونشوف، ولكن ما خلاونيش. قالوا لي بلي علموا والدي والوالد جاي في الطريق باش يشوفني ويكمل الاجراءات. وفعلا الغد لي جا الوالد والدمعه في عينيه مسكين. عنقته وبقيت تنبكي وقلت ليه انا منحوس الوالد. النهار الاول وقع هذا الشيء ومشات فيه 12 روح، انا منحوس كون غير مت معاهم، وهو الوالد مسكين بقى كيصبرني وكيقول لي هذا قضاء الله ولدي.
وما عندنا منه هروب، والحمد لله على سلامتك. دوزت يومين اخرى في المستشفى وكانت تما نسمع شي خبار على العم ديالي، ولكن والو، باقي مرماش البحر. رجعت للبلاصه اللي كنا ساكنين فيها باش نجمع حوايجي ونرجع لمكناس، وفعلا داكشي اللي درت. بتنا تما، وفي ديك الليله كتضربني الفيقه وكنشوف داك الراجل اللي جاني وانا في البحر كيقول لي على سلامتك ولد فاطمه. قلت لي شكون انت ومنين كتعرفني انا وامي؟ قال لي انا كنعرف جميع دوك الناس اللي دخلوا للبحر، ودابا انت اولد الناس هز حوايجك وسير لبلادك، وبعد على البحوره راه ماشي ليك وما يليقوش ليك، وزهرك فيهم خيب، وانت شفتي شنو اللي وقع اللي كانوا معاك. قلت ليه هي انا السبب؟ هو يسكت شويه ويقول لي لا، عمرهم هو السبب، وملي تقادت الاسباب. قلت لي واش انت جن ولا ملاك؟ قال لي حاشا واش نكون ملاك، انا جن من الجن اللي ساكنين في البحر، وكاين منا بزاف وسط البحر، ماشي غير انا بوحدي. الحمد لله لقيتك قبل ما تموت، اما كون راك دابا عند اللي خلقك. شويه بغيت نقول ليه فين هو عمي، ولكن بلا ما نحس ضربتني الفيقه لغد ليه. صافي رجعنا لمكناس انا والوالد، وللاسف ما لقيناش الجثه ديال العم. سمحوا لي على الاطاله اخوتي، ولكن راه كنحكي لكم من قلبي وما كنرد البال اش كنقول. المهم رجعنا لمكناس، والله غير قربت من الدرب بديت تنبكي، وكنقول اشنو غنقول دابا للوالده مسكينه، وعمي مات في البحر وما لقاوش الجثه ديالو. غادي انا والوالد والناس كيبوسوني وكيعنقوا فيا، كيقولوا لي على سلامتك والله يرحم المرحوم، وانا كاع ما كاين في داك العالم. دخلت للدار لقيت الوالده ناعسه في الفراش مسكينه مصدومه، غير شافتني جات كتجري وتعنقني وتقول لي على سلامتك ولدي. الحمد لله على كل حال، على سلامتك. انا بصراحه فشلت، ما عرفت واش نفرح ولا نبكي على عمي اللي مات ولا على الاخوان اللي كانوا معنا. دوزتها باللي عطا الله، وداز داك النهار اللي كتب مولانا، وفاش وصل الليل وبغيت الناس غادي وقع ليا واحد المشكل حرمني من الناس. غير حطيت راسي وداني الناس كنشوف عمي في المنام الله يرحمه، كيقول لي خالد وخالد علاش رجعتي وخليتيني هنا بوحدي؟ علاش؟ اجي وديوني ودفنوني عند جدودي، ما تخليونيش مليوح في البحر. كان بغي نجاوبو ولكن ما كنقدرش، حسيت براسي تخنق، ضربتني الفيقه، استعدت بالله من الشيطان الرجيم، ورجعت نعست ونفس الرؤيه كنشوفها. كنشوف عمي الله يرحمه كيقول لي فينك خالد، واش ما غاديش تجيو ترجعوني لبلادي؟ بغيتكم تغسلوني وبغيتكم تدفنوني، علاش انا عريان؟ تخنقت عاوتاني وضربتني الفيقه، وهاد المره ما غيجيني نعاس حتى صباح الحال. اتصلنا بشي ناس كاينين في بوجدور وسولناهم واش لقاو، قالوا باللي باقي. ودابا دازت 20 يوم على الحادثه. انا داك المنام زاد كمل عليا، لقاو جميع اللي كانوا مع عمي الا هو اللي ما لقاوش. دازت الايام وكنشوف انا داك المنام، وعمي كل ليله كيجي عندي وكيطلب مني باش نرجعو لمكناس وندفنو فيها، وانا بصراحه ما بجهدي ما ندير. في واحد الليله نعست شويه كنشوف عمي مره اخرى، جاني في شكال وكيقول لي عييت ما نتسناكم، ولكن الحوت سبقكم وكفني ودفني، سلم على امك وعلى باك. ضرباتني الفيقه، لقيت عينيا كيسيحوا بالدموع. كانت الساعه 2 ديال الليل. نط شربت الماء وبغيت عاوتاني نرجع للناس، ولكن كنسمع شي واحد كيعيط ليا خالد يا خالد. كانت لفت ما كنلقى حتى شي واحد، وانا نقول في نفسي شكون هذا اللي كيعيط ليا في هذا الوقت وفي هذا الظلام؟ قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بغيت نرجع للناس، ولكن هاد المره حسيت بداكشي شدني في يدي وكيقول لي واش بغيتي تشوف عمك؟ واش بغيتي نوريك فين كاين؟ كنقول له شكون انت؟ هو يجاوبني قال لي ماشي مهم تعرف شكون انا. قلت لي حيت بصراحه كان همي هو العم تاعي مسكين. بمجرد ما قلت لي بدا كيضحك عليا بالجهد وقال لي بغيتي تشوفو خاصك تموت. صافي انا فشلت وبقيت تنقرا القران حتى داني النعاس. فقت مشيت كنجري عند الاب ديالي، عاودت ليه شنو وقع ومشى معايا للجامع. شفنا الفقي وعاودت ليه كل شيء. قال لي يا عمك الله يرحمه بلعوا البحر وبغاكم تعاودوا تخرجوا لي صدقه، وهذاك اللي جاك في الليل هذاك جن مارد، خاصك تحسن راسك. وفعلا رقاني وحسيت براسي بخير ورجعنا للدار. في الليل اللي نعسنا وفي نفس الوقيته تاع الليل اللي فاتت كنحس عاوتاني هذاك جا كيعيط ليا وكيقول لي واش مبغيتيش تمشي عند عمك؟
ياك انت سبابو، ياك انت اللي ما خاصكش تدخل للبحر. علاش دخلتي للبحر؟ انا لساني في ديك اللحظه تعقد، بغيت نجاوبو ولكن ما قدرتش، وبغيت غير نشوفو من وجهو ولكن ما قدرتش نشوف. كان واحد الخيال قدامي وصافي. بقيت كنقرا القران حتى عييت، وبقى معايا وكيضحك. شويه كنشوف واحد الراجل كله كحل، جا عندي قال لي انا من صحاب المكان وهذا ولدي، انت جبتي معاك النحس من ديك المدينه. وبقى كيسولني على داك الراجل اللي شفت في البحر وفين كان عارفو. كنقول ليه ما عرفتوش وما عمري عرفتو. قال لي هذا عدونا وانت جبتي ريحتو معاك، وخاصنا نبعدوك ولا نقتلوك. كنسمع داك الكلام وانا بحال شي واحد ميت وكيغسلوه، ما قدرت ندير والو. دازت الايام على ديك الحاله، وكل مره حالتي كتزاد تصعب حتى ما بقيتش كنعس بالليل. صافي بديت نحماق بمعنى الكلمه، كنهضر مع راسي وكنتعصب على ابسط الحوايج. عامين وانا في ديك الحاله اخوتي، وهادوك وليت كنشوفهم ديما وكنشوف حتى ولادهم. العام اللي داز داوني عند واحد السيد، دوزت عنده شهر في دارو، رقاني مزيان الله يجازيه بخير، والحمد لله من داك النهار كنحس براسي بخير وما بقيتش كيما كنت. دابا انا خدام في السوق مع الوالد ديالي، ولكن بصراحه كنحس بالذنب وتأنيب الضمير حيت انا السبب في اللي وقع. ولحد الان باقي كيجيني داك الراجل مره في الليل وتيقول لي واش نسيتي عمك، ولكن ما بقيتش كنديها فيه حيت ولفتو. هذه هي قصتي مع البحر، وكنتمنى من الجميع اللي غيسمعها دابا يدعى مع كاع الناس اللي ماتوا في البحر بالرحمه وبالمغفره. نشوفكم في حلقه اخرى ان شاء الله.